أثابكم الله فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، هل من كلمة عن الاستعداد لرمضان واستغلال الوقت فيه؟ أثابكم الله. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان بعفو وعافية وأمن وأمان وإيمان، واجعلنا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر، واغفر لنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أخي في الله، أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأن تحرص أولا بالاستعداد لرمضان بالاستعداد لرحمة الله عز وجل. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة. وهذه الأبواب التي تفتح بالرحمات والخيرات والبركات يهيئ المسلم نفسه لها بتوفيق الله عز وجل. ألا وإن أعظم ما تستقبل به رمضان أن تستقبله بالتوبة النصوح وسؤال الله عز وجل أن يعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان، أن تقبل على الله إقبال التائبين، إقبال المنيبين، إقبال من يرجو رحمته ويخشى عذابه. أسعد الناس من دخل عليه رمضان وقد تاب التوبة النصوح من الخطايا والذنوب والرزايا والعيوب، واستقبل الرحمة بأفضل ما تستقبل به وهو التوبة النصوح. أكثر من الاستغفار فإن الله يرحم المستغفرين، وأكثر من الاستغفار فإن الله يحب المستغفرين. تكثر من الاستغفار والتوبة.